لو عليك حكم جنائي او معلومه جنائيه وعاوز تمسحها مش عارف تمسحها ازاي، هنقول لك. عندك حكم جنائي، كل لما تعدي على كمين خايف ان امين الشرطه يطلب منك البطاقه عشان يكشف عليها علشان عليك احكام قديمه ونفسك تشيل الاحكام دي ومش عارف تشيلها ازاي، هقول لك. عندك حكم جنائي او معلومه جنائيه، كل لما تعدي في المطار او تعمل فيش وتشبيه او تروح اي مكان تلاقي هي الاحكام موجوده ومش عارف تشيلها ازاي، هقول لك. في البدايه الاحكام ثابته في 3 اماكن. اول حاجه شبكه وزاره الداخليه التابعه للسجل المدني، ودي بيظهر عليها كل الاحكام اللي حضرتك نفذتها. تاني حاجه شبكه اداره تنفيذ الاحكام التابعه للامن العام، ودي حضرتك بيظهر فيها كل القضايا اللي صدر فيها احكام ولو لم يتم تنفيذها. تالت حاجه شبكه المعلومات الجنائيه او كارت التسجيل الجنائي، وده كارت عباره ان هو بيدون عليه اسم الشخص واسم والدته واسم الشهره وسجله الجنائي ومدى خطورته علشان يشوفوا العناصر الخطره من غيرها. اخر 2013 صدر كتاب دوري رقم 7 لوزير الداخليه، قال لك علشان اشيل اسم شخص من كارت المعلومات الجنائيه، اشيل حكم من عليه، لازم يكون اخر 5 سنين لم يصدر عليه اي احكام. يعني يمر ال5 سنين كده ما صدرش عليك احكام علشان خاطر يقدر يشيل لك الحكم الجنائي اللي مسجل في الكارت بتاعك. طيب احنا بنعمل ايه؟ بنعمل حاجه بنقدمها للامن العام، بنطلب من حضرتك الشهاده اللي هي الشهاده من الجدول، وبناخد صوره بطاقه حضرتك وبناخد التوكيل، وبنطلع على الامن العام بنعمل حاجه اسمها فض منازعات. طبعا بنقدم الطلب بيحدد جلسه، وطبعا كل الطلبات بتقابل بالرفض الا بعض الطلبات في المعلومات فقط. ثالث حاجه بنروح بعد كده بنرفع لحضرتك دعوى محو جنائي في مجلس الدوله. تمام؟ بعد كده لما بنخلص وبتاخد الحكم، طب المده قد ايه مع المستشار؟ المده من خلال حوالي 6 شهور ل 8 شهور تاخد الحكم بتاعك. بعد كده لما ناخد الحكم بتاعنا بنرجع للامن العام نقدم الحكم، ان شاء الله بيشيل كل الاحكام. لو حاسس انك استفدت بالمعلومه، اتمنى فولو لايك واستنوني في معلومه قانونيه جديده، ولو مش معاكم حد يشيل الاحكام احنا هنشيلها لكم. تحياتي عبد العزيز حسين.